تعرف ان كل انديه مصر خدت نفس قطعه الارض اللي الزمالك اخدها في 6 اكتوبر؟ كل الانديه بنت فروع ليها الا نادي واحد اللي هو نادي الزمالك. قال لك عامل ناصح، عامل فيها مطور عقاري، هاخدها 22 سنه اسقعها واعمل لها كومباوند وابني عليها مول واعمل ليله كبيره قوي وعامل لك فيها اللي هو طلعت مصطفى. انت واخد ارض من الحكومه عشان تبني عليها فرع زيك زي الانديه كلها. طب بلاش دي. تعرف ان نادي الزمالك النادي الوحيد في مصر اللي بيسجل لعيبه وهو مديون اصلا لاتحاد الكوره؟ طيب بلاش. تعرف ان نادي الزمالك النادي الوحيد اللي بيتجدول الضرايب بتاعته؟ يعني كل الانديه بتدفع ضرايبها الا الزمالك بيتجدول له. طب بلاش كل ده بقى، خلي ده كله ده على جنب. طب تعرف ان نادي الزمالك النادي الوحيد اللي ما بياخدش بطولات واخد مركز ثالث في الدوري ورايح جايب لك لعيبه ب 8 مليون دولار ومحدش اعترض؟ يعني محدش قال له انت جايب الفلوس دي منين ولا اي حاجه. وده ما يشغلناش، لكن ما تبقاش بجح بقى. مش عايز ياخد ارض منك يا اخي، ده انت والله العظيم المفروض يسحبوا نادي الزمالك كله اصلا.